السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بألف صحة وعافية. رمضان على الأبواب، ما بقى ليه والو ويجي. بهذه المناسبة كنتمنى لكم رمضان مبارك كريم. فجبت لكم الوصفة ديال البسطيلة بالحليب اولا جوهرة، تحلية اللي كتجي لذيذة بزاف. فاقترحتها عليكم في هذه الوقيته لان الاغلبيه ديال الناس كتستعمل ورقه البسطيله، كيقادوا بها بريوات مملحات، وبعض المرات كتشط الورقه وما كنعرفوا شنو نقادوا بها. بالنسبه لي احسن اقتراح هي جوهره اولا بسطيله بالحليب. فتبعوا معايا الوصفه. اول حاجه كنحتاجوا الورقه ديال البسطيله، وكتاخذوا شي ساخل بحال هذا باش كتقطعوا الورقه لدوائر، اولا كتستعملوا زلافه كبيره وكتقطعوها مع الجنب بالموس. مهم غير باش نحصلوا على هاد الدوائر هادو اللي غادي نقادوا بهم الوصفه ديالنا. مهم هنايا راه قطعت وقيلا شي 3 ديال الورقات. المهم كديروا هكا من يعني 3 ديال الورقات اولا 6 ديال الورقات وكتقطعوهم في دقه واحده. صافي من بعد كنجيب طاوه ديال الفران وكنحط فيها هذوك الوريقات ديال البسطيله وكندهنهم بشويه ديال الزيت باش يتقرمشوا في الفران. وضروري ما كنوجد الفران، يعني كنكون ديجا شعلته، كنخليه يسخن باش من بعد غادي ندخل هاد الاوراق هادو ديال البسطيله كيتحمروا اولا كيذهب اللون ديالهم. بطبيعه الحال كديروهم من الفوق ومن التحت. ندوزو لتاني مرحله غادي نقادو فيها واحد لا كريم بلونش اولا كريمه بيضاء. كنحتاجو ليها صفار بيضاء مع 2 معالق كبار ديال السكر، كنخلطوهم مزيان ومن بعد كنضيفو نصف لتر ديال الحليب. كنخلطو مزيان حتى كتذوب هذيك سنيده وكيتفكك داك البيض. وهنايا عاوتاني ضفت واحد المعلقه كبيره ديال الحليب المجفف وكتبقى اختياريه ماشي ضروريه. اهم حاجه وعاد كنضيفوا 2 معالق كبار ديال النشا. اهم حاجه في تحضير الكريمه هو الحليب والبيض والسكر والنشا. بطبيعه الحال الا ما كتوفروش على النشا تقدروا ديروا الدقيق، يعني بلا ما نبقاو نعقدوا الامور بزاف. صافي كنرد الخليط فوق البوطه حتى كيبدا يعقد شويه. غير انا في هذه المرحله قسمت هاد الكريمه هذه نصفين، لانني كل وحده غادي نقسمها بنكهه. هاد الكميه هذه اللي هنايا درت ليها النكهه ديال الزهر، يعني على الطريقه التقليديه. وهاد الكميه هذه نكهتها بالفاني، يعني غادي نديرها بطريقه عصريه وكيبقى اختياري. يعني تقدروا ديروا النكهه ديال الزهر في الكميه كامله اولا تقدروا ديروا الفاني على حسب كل واحد الذوق ديالو. هنايا هذه الورقه البسطيله من بعد ما تحمرات وتقرمشات في الفران كتجي بهذا الشكل، كتجي بحال الشيبس. وصافي دابا من بعد ما وجدنا كلشي غادي نبداو المونتاج ديال البسطيله بالحليب ديالنا ولا الجوهره. فكناخذوا هكا ورقه ديال البسطيله، كنديروا شويه من ديك لا كريم بلونش. هذه درت من ديك الكريمه اللي بالنكهه ديال الزهر، وكندير شويه ديال اللوز مهرمش. تقدروا ديروا كاوكاو اولا ما ديروا حتى شي حاجه، يعني كيبقاو اضافات اختياريه. تقدروا ديروا طريفات ديال الطماط، طريفات ديال الشريحه، مهم اي حاجه بغيتو. المهم هذه شنو غنسميها الفيرسيون التقليديه. غادي ندوزو الاخرى اللي عصريه، نفس الطريقه غير هي غادي ندير ليها شويه ديال الفواكه. درت الفريز وكيوي. هاد لا كريم هذه هي اللي قديت بالفاني، كيجيو لذاذين بزاف كيشهيو. لا الاولى اللي قديت بالنكهه بالنكهه ديال الزهر، ولا هذه الثانيه اللي بالفواكه والنكهه ديال الفاني، حتى هي كتجي رائعه بزاف شكلا ومذاقا. ومن الافضل انكم كي تقادوهم تناولوهم سور بلاص، ما كيبغيوش يطولوا بزاف. وبصحه والراحه. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها، وكنتمنى انكم تخليوا لي لايك للفيديو، تخليوا لي تعليق، وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم صحابكم. وشكرا لكم على المتابعه، وكنتمنى لكم رمضان مبارك كريم.